الآن 3 دقائق لكل إنسان، صح؟ لا 3 لا 5، احنا اتفقنا 5 يا رجل. احنا الآن الساعة 1:05. شيخ أحمد لحظة والله. السلام عليكم حجي. لا هو 5 دقائق حجي. اسم البلد مصطفى 4 دقائق. انا عندي تسجيل للشيخ احمد العاص يضعف حديث زيد بن ارقم في مشكل آثار الطحاوي ببعض صفحتين من حديث لا فيه يعقوب ولا هاي. هذه اكبر فضيحه للشيخ اللي يتعلق يقول انا دكتور وعنده شهاده وما يعرف انه مشكل آثار الطحاوي في حديث ابن ارقم قال ان حديث هو لا اشكال في رجاله، هو سوى راح ضعفه بسبب يعقوب اللي موجود في صفحه 20. هذا التسجيل موجود اذا يريد يسمع. يلا والله ان شاء الله باذن الله تكلم بالشهاده وبالدكتور يا احمد. تسجيلك موجود، تسجيلك موجود. شلون ضعف حديث زيد بن ارقم هو ما في يعقوب؟ راح نسوي جلسه بينك وبينه ونعرض التسجيل. انا ما اقبل تتهم ضيفي ابو كريم بدون دليل بصراحه، غير الا عندك دليل. انا ابعث لك التسجيل، ابعث لك التسجيل. لا انت عوف يمك. راح نسوي جلسه بينك وبينه ونشوف ان شاء الله والتسجيل موجود والصوت موجود. الان الطحاوي احتفظ يا حبيبي. الان يا شيخ احمد ميسم 4 دقائق 4 دقائق. لا 4 دقائق هو يا شيخ احمد. احنا ما عندنا وقت، يعني الناس ما تبقى يعني ابو كريم ماكو ضوضاء. يعني احنا نريد الحوار يكون ساعة واحدة لكل واحد 10 مداخلات في 3 دقائق. من يسوي لنا الوقت؟ من يسوي لنا الوقت؟ انا اسوي الوقت، انا اسوي الوقت حاجه واحده بشر. لا انت مو محايد، انت مو محايد ابو سلطان. يلا يا استاذ ميسم، يلا يا استاذ وعد، انا واثق فيكم، يلا ما تقلقش. لا والله لان انا ما عندي برنامج. اذا ابو سلطان يسوي انا قابل. ابو سلطان عندك ساعه؟ ابو سلطان امزح حاج وعد، والله ما عندي ساعه. ما عندك ساعه؟ لا شو تقول متزوج 3 نسوان؟ شو تقسم الوقت بيناتهم؟ والله على القرعه حاج وعد، على القرعه جبت الفرقه تكتب كل واحده اسمها خليه تفهم بالهواء تفحمها خليه شمس وزين. يلا تفضل شيخ احمد. تفضل شيخ احمد. طيب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أتمنى إن شاء الله أن يكون الحوار يتم للنهاية عشان تكون سلسلة حوارات، وإن شاء الله يعني يعلم الأستاذ ميسم إن شاء الله أني سأكون أكثر هدوءا إن شاء الله. فنتمنى أنه هو، وأنا أعرفه أنه هو يكون الحوار بتاعه بيكون يعني ليس فيه أمور شخصية. طيب بالنسبة لمسألة الرزية أيها الأكارم، إن شاء الله بإذن الله يعني لو بقينا ساعة ولا ساعتين إن شاء الله في كل مداخلة أنا هقول سؤالين. يعني إن شاء الله لو بقى معايا 10 مداخلات هيكون عند الأستاذ ميسم 20 سؤال. أتمنى إن شاء الله بإذن الله إن هو يجاوبني عليهم. أول شيء، ما هو موقف الشيعة من عبد الله بن عباس؟ ما هو موقف الشيعة من عبد الله بن عباس؟ الأستاذ ميسم قال هو حواري رسول الله وإن الاتهام منصب إلى عبيد الله بن عباس. الكلام ده غير صحيح. نتمنى من الأستاذ ميسم بكل هدوء إنه يقول لنا موقف الشيعة من عبد الله بن عباس. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، بارك الله فيك، لو حدث مثل هذا الموقف مع شخص أنتم تقولون إن هذا الفعل المعارضة ومش عارف إيه كفر، فأنا أسألك لو حدث مثل هذا الموقف مع شخص آخر بنفس الاعتراض، هل ستكفرونه أم ستفرقون بين المتمثلات؟ أنا أكتفي بهذه المداخلات، وإن شاء الله تبارك وتعالى كما وعدت سأجيب في إن شاء الله قدر المستطاع عن أسئلتكم، لكن أتمنى أن كما أنا أجيب أتمنى أن الضيف الشيعي أو أن الأستاذ ميسم يجيب عن أسئلتي. هذا يعني دول أول سؤالين. تفضل. قبل أن ننتقل سيد مثلا، أنت قلت أنه أنتم تقولون أنهم كفار، شنو المصدر شيخ أحمد؟ طيب خلاص لو ما بتقولوش أن هم كفار أو مسلمون في الظاهر خلاص انتهينا بس. يعني ما عندك مصدر أن أنا أقول كفار. أنا لا أنا ما أريد أتدخل. أنا ما أريد أتدخل، لكن يعني أرجو من سيد ميثم ومنك أنه عندما تسأل فرق عن أن تقرر. عندما أقول أنتم تقولون كفار هذا تقرير يلزمك الدليل، واضح؟ فأرجو أن تنتبه. المهم حتى ما أنا ما لي علاقة بالحوار. تفضل سيد ميثم الموسوي.
طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. أبدأ من الأخير بالإجابة على أسئلة الشيخ أحمد العاصي. يقول: ما هو موقف الشيعة من عبد الله بن عباس؟ عبد الله بن عباس عندنا شخص مرضي عنه، وما ذكرت حوله من روايات كلها ضعفها السيد الخوئي في معجم رجال الحديث، وذهب إلى القول بأن عبد الله بن عباس من أخص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وبدليل أنه يقول السيد الخوئي أنه بدليل حتى أن جيش معاوية كانوا يلعنون علي بن أبي طالب عليه السلام ويلعنون ابن عباس. طيب، يقول: هل لو حصل مع شخص نفس ما فعله عمر بن الخطاب، يعني لو إن رجل اتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يهدي، هذا هو المقصود. نعم، الذي يتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهذيان فهو كافر بالله العظيم. الله سبحانه وتعالى أمر بتصديق الرسول صلى الله عليه وآله، والذي يكذب النبي صلى الله عليه وآله يطعن في عقل النبي صلى الله عليه وآله لا محالة مثله، إما أن يكون كافر وإما أن يكون منافق، ظاهره الإسلام وباطنه النفاق. طيب، وهذا ما نذهب إليه في عمر بن الخطاب، إنه ظاهره الإسلام وباطنه النفاق، لأنه اتهم النبي بالهذيان. كلمة هجر ويهجر وغلبه الوجع كلها تعني الهذيان، وهذا من كلام علماء. الآن أثبت لك، قال عمر إن رسول الله قد غلبه الوجع كما ذكرنا ابن حجر في فتح الباري، يقول: أطلق اللازم وأريد به الملزوم لأن هذيان المريض إلى آخره. يعني القضية غلبه الوجع، هجر، يهجر، كلها هذيان. والآن إن شاء الله مداخلات الأمر راح أقرأ لك كلام العلماء في معنى غلبه الوجع ومعنى هجر ومعنى يهجر. طيب، الآن أجبناك على أسئلتك الاثنين. السؤال الذي أطرحه على جناب الشيخ أحمد العاصي، طبعا رزية الخميس إخواني جاءت بعدة ألفاظ: هجر ويهجر وهجر وغلبه الوجع. السؤال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الكتاب: لن تضلوا من بعده أبدا. فهذا إخبار للمستقبل، النبي يخبر عن المستقبل، لن تضلوا، إخبار عن المستقبل. فهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم الغيب، أم هو إخبار من الوحي، أن الوحي أخبره قال: إذا كتب هذا الكتاب لن تضل أمتك؟ أيهما؟ هل هو إخبار من النبي صلى الله عليه وآله، يعني النبي يعلم الغيب فقال لن تضلوا لأنه مستقبل، أم هو إخبار من الوحي؟ هذا السؤال الأول. اثنين: هل ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتهادا، نفس السؤال، اجتهادا أم وحيا من عند الله تبارك وتعالى؟ اجتهادا أم وحيا؟ وهل كان اجتهاد عمر بن الخطاب مقابل الوحي أم مقابل اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأي الاجتهادين هو الصواب وأيهما الاجتهاد الخاطئ؟ سيدنا خلص الوقت. نعم، ركز لي، أي الاجتهادين صواب وأيهما خاطئ؟ تفضل. طيب، أنا سأبدأ مباشرة بالجواب عن أسئلتك. هل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد أم وحي؟ هو وحي ونسخ بوحي. انتبهوا لهذه المسألة. يعني النبي زي بالضبط كده ليلة القدر لما كان يخبر ثم نسخ هذا الأمر، فالنبي أمر وهو الذي نسخ. الأمر الثاني: هل عمر اجتهاد قبل اجتهاد؟ لا، لكن عمر الأمر قد تظهر منه قرائن أن هذا الأمر ليس على الحتم والإلزام، وإنما هو على التخيير، بدليل أن النبي لم يكتب. دول سؤالين. السؤال الثالث سنجيبه في المداخلة القادمة. أما قوله أن عبد الله بن عباس مرضي عنه، تعالوا نشوف كده يا جماعة. هل عبد الله بن عباس، السؤال الأول، والسؤال الثاني هو حرف عن كلامي. عبد الله بن عباس في كتاب الكافي طبع دار الحديث الجزء الرابع صفحة 201، وهو يقول في هذه الرواية، طبعا الرواية قال عنها المجلس الجزء ال11 صفحة 244 عشان الوقت، الحديث الأول صحيح. يقول عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سمعته يقول: إن الله عز وجل خلق خلقا للإيمان لا زوال له، وخلق خلقا للكفر لا زوال له، وخلق خلقا بين ذلك، واستودع بعضهم الإيمان، فإن يشاء أن يتمه له أتمه، وإن يشاء أن يسلبهم إياه أسلب. يقول المجلسي في تعليقه: ويحتمل أن يكون المراد والظاهر، وبيقول الظاهر، أن المراد بفلان أبو الخطاب،
بيقول الظاهر تمام، وكني به عن فلان لمصلحة، ويحتمل أن يكون كناية عن ابن عباس فإنه قد انحرف عن أمير المؤمنين عليه السلام وذهب بأموال البصرة إلى الحجاز، ووقع بينه عليه السلام وبينه مكاتبات تدل على شقاوته وارتداده كما ذكرت في الكتاب الكبير، والتقية فيه أظهر، وبيقول على التقية، لكن سيأتي التصريح بأبي الخطاب. طيب دي دعوة انه الكلام موجه لعبد الله لابن عباس، ابن عباس ده قد يكون عبيد الله ابن عباس. تعالوا نشوف كده في نهج البلاغه في طبعه تحقيق الحسون، ومن كتاب له عليه السلام الى بعض عماله، وهو عبد الله بن العباس. أما بعد فإني كنت قد أشرفتك في أمانتي وجعلتك شعاري وبطانتي، ولم يكن من أهلي رجل أوثق منك في نفسي لمواساتي. طبعا الكلام طويل في نهج البلاغة، سيحكم بردته الآن، لكن بعض الناس قال لا ده عبيد الله. حتى ميسم البحراني رد هذا الكلام وقال عبيد الله كان واليه على اليمن، كان واليه على اليمن. ما هو عبيد الله بن عباس؟ هو عبد الله بن عباس. يبقى إذن المجلسي في مرآة العقول قال يحتمل، لكن هذا هو الأكيد بدليل هذه الرواية. طبعا في طبعات نهج البلاغة الأخرى زي طبعة اللبنانية وغيرها ما تطرقوا للاسم، لكن في طبع التحقيق الحسون ذكر الاسم، قال ومن كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله وهو عبد الله بن العباس. دي الطبعة اللي احنا عايزينها، أما باقي الطبعات لم تتأخر. شيخ أحمد طيب أبدأ من الأخير. أولا الرواية اللي ذكرها الأخ أحمد العاصي ذكرها السيد الخوئي في المعجم، وذكر المكاتبات التي بين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وذكر ما ذكره الكشفي في كتابه، وذكر قال فكتب إلي علي بن أبي طالب أما بعد عليه السلام فالعجب كل العجب من تزيين نفسك، إن لك في بيت مال الله أكثر مما أخذت وأكثر ما للرجل من المسلمين، فقد أفلحت إن كانت تمنيك الباطل إلى آخره. يقول السيد الخوئي أقول هذه الرواية وما قبلها من طرق العامة وولاء ابن عباس لأمير المؤمنين وملازمته له عليه السلام هو السبب الوحيد في وضع هذه الأخبار الكاذبة وتوجيه التهم والطعون إليه، حتى إن معاوية كان يلعنه بعد الصلاة مع لعنه عليا والحسنين وقيس بن عبادة والأشتر كما عن الطبري وغيره. وأقل ما يقال فيهم أنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف كان يلعنهم إلى آخر الكلام. أما أنه عبيد الله بن عباس أو عبد الله بن عباس الذي كان المشهور كتب التاريخ وغيره أنه والي اليمن كان عبيد الله بن عباس. لذلك حينما جاء اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين بسر بن أرطات وفعل ما فعل وقتل ولدي عبيد الله بن عباس صغيرين، أمهما أنشدت أبيات عبيد الله بن عباس، وبسر بن أرطات تذكر كتب التاريخ أطبقت على أنه فعل هذه الجريمة بابني عبيد الله بن عباس حينما كان واليا على اليمن، وترك اليمن لما هاجمه جيش بسر بن أرطات وهرب إلى مكان آخر. هذه القضية انتهينا منها. القضية يقول إنه هذا الكلام نسخ. أخي النسخ لا يكون إلا بعد العمل، يعني الله تبارك وتعالى هذا يسمى عبث على الله، حينما يأمر بأمر وقبل أن يعمل بالأمر يأمر بنسخه، هذا عبث. يعني أنا أقول لك يا شيخ أحمد العاصي اكتب، قبل أن تكتب أقول لك لا تكتب، هذا عبث. الله يفعل ذلك؟ حاشا لله تبارك وتعالى، يقول اكتب ولا تكتب. أما ما ذكرت في ليلة القدر فارجع، ماذا قال ابن حجر؟ قال لأنه اختصم فيها صحابيان فبسبب اختصامه الله سبحانه وتعالى رفع العلم بها. الآن إذن بسبب اختصام عمر وحزبه إذا سلمنا نسخ. إذن عمر وحزبه حينما عارضوا النبي صلى الله عليه وآله نسخه الوحي. تقبل بهذا تسلم أم لا تسلم؟ طيب ما جاوبتني عن سؤالي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول إنه إخبار من الوحي، يعني وحي، ولكنه ماذا؟ ولكنه نسخ. أجبناك على ما قلت إنه ليس اجتهاد من عمر مقابل اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا، علمائك قالوا غير هذا، قالوا اجتهد عمر بن الخطاب. تفضل، هذا
ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح، يقول قرأ أن تنقلها الوجوب ومن الوجوب إلى النبذ، وقال أصلها الوجوب فعله ظهر منه صلى الله عليه وسلم. خلص الوقت. بس ثواني. وأدى اجتهاد عمر إلى الامتناع. عمر يا سيد التزموا بالوقت، ما في ثواني. مرة أخرى نقطع سالم نسوي وقت وبالك وخر. ماشي حجي. تفضل شيخنا أحمد هذا العاص. طيب نتمنى سمعني، نتمنى تزودوا الوقت ده يعني. أما قوله يا بينا 5 ثواني، ايش فيك أنت؟ نعطيك 5 ثواني 10. يلا. طيب أما قوله إن ابن عباس هذا الكلام من كلام العامة، أنا قرأت من نهج البلاغة يا طيب، قرأت من نهج البلاغة. هل نهج البلاغة من كتب العامة؟ رعاك الله يا أستاذ ميسم، هداك الله. أنا قرأت الخطبة من نهج البلاغة، أقرأ لك الشاهد الآن وما ذكره ثم سنجيبك. وأن ميسم البحراني قال: أما قول من قال بأنه عبيد الله بن عباس فبعيد. شوفوا علي بن أبي طالب بيقول إيه: لأعذرن إلى الله فيك ولأضربنك بسيف الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار، ووالله لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهم عندي هوادة ولا ظفر مني بإرادة. أقرأ من نهج البلاغة أيها الأكارم، ويقول للأستاذ ميسم من كتب العامة. ما علاقتي أنا بما ذكره الكشي؟ والأنا أقرأ من نهج البلاغة، وقرأت كلام المجلس أنه قال ويحتمل أنه عبد الله بن عباس، ما قال عبيد الله بن عباس. لماذا غضبت الطرف أيها المكرم عن هذا المصدر؟ ما له علاقة بالكشي، نهج البلاغة، وقلت تحقيق الحسون ونص، وسنجيبك عن قول عبيد الله بن عباس. المسألة الثانية أنه قال هذا اجتهاد نسخ، النسخ لا يكون إلا بعد الفعل. من قال بهذا الكلام؟ هذا كلام عار تماما عن الصحة. النسخ يكون بعد الفعل وقبل الفعل، وهذا مجرب معلوم في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن الله عز وجل قد نسخ الأمر الذي صدر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل أن ينفذ الذبح، وهذا مما ذكره علماء الأصول أن النسخ يكون قبل الفعل. كذلك ما حدث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مراجعته لأمر ربه في أمر الصلاة، ما كان حدث فعل. فإذا الذي ذكرته غير صحيح جملة وتفصيلا، هذا ردا. نرجع إلى سؤال الذي حرفته وحدت به: هل لو أن شخصا حدثت منه معارضة، ما تكلمت عن هذا ولا ما هذا، حدثت منه معارضة، هل ستقولون بتكفيره أم أن المعارضة قد تعلل؟ هذا السؤال الثاني الذي أتمنى تجيب عنه. السؤال الثالث: هل هذا الأمر حدث بعد تمام الدين؟ وأنا سمعت لك مداخلة قبل ذلك ستحتج بكلام عمر وأن الربا، وستحتج بكلام ابن حزم، وأتمنى أن تعيده مرة ثانية إن شاء الله. السؤال الرابع: هل أنت يا ميسم الموسوي تقع منك مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل بمجرد المخالفة يكفر الإنسان؟ هذا السؤال الرابع. بمجرد المخالفة يكفر الإنسان أو يخرج عن الإيمان؟ جزاك الله خير الجزاء. طيب، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أولا قال إنه نهج البلاغة. أولا نهج البلاغة ليس كل ما فيه صحيح. ثانيا أنت لو كنت مركز في كلامي نفس الكلام اللي ذكرته أنت والذي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه في مسألة ابن عباس، هو ذكر هذه الرواية هي نفسها، وقال هذه الرواية وما قبلها من طرق العامة. قد بلغني إنك اتخذت مكة وطنا وضربت بها عطنا تشتري مولدات مكة والطائف تختارهن على عينك، إلى أن هذا الكلام يقول ضربتك بسيفي إلى آخر الكلام. طيب، هذا السيد الخوئي يقول هذه الرواية مكذوبة، وهي من وضع العامة ومن طرق العامة،
وأما مسألة نهج البلاغة فنهج البلاغة جمعه الشريف الرضي ككتاب للبلاغة، واضح أخونا العزيز، وليس كل ما فيه صحيح. الكافي الذي هو أعلى رتبة من نهج البلاغة عندنا ليس كل ما فيه صحيح، فكيف يصح ما في نهج البلاغة بأجمعه؟ هذه مغالطة. النقطة الثانية أخواني الأعزاء الأفاضل، أنه ذكرنا قول علماء أن فعل عمر ابن الخطاب كان اجتهادا منه، ولذلك يقول النووي في شرحه على صحيح مسلم، يقول هذا من فقه عمر ودقة نظره. وابن عثيمين ويقول وكذلك عارض عمر ليكون انتخاب أبي بكر برضا جميع الصحابة. واضح؟ إذن عمر عارض، ورواية صحيحة السند الآن أقرأها أمامكم. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. الرواية أمامكم إن شاء الله، ولا أقرأها ليش أعرضها وأخلي الوقت. يقول في الثقات لابن حبان فدعا بصحيفة عند موته فكتب لهم فيها شيئا لا يضلون ولا يضلون، كان في البيت لغط وتكلم عمر فرفضها، وتكلم عمر فرفضها. ابن حجر يقول وصمم عمر على الامتناع. إذن عمر اجتهد قبال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الآن أعيد السؤال. أو تقول أنه علماء يخطئوا وأنت تقول هذا الكلام، ما عندك مشكلة، كما أنا الآن أرد على كلام البحراني وغيره، أقول قول العالم يستدل له لا يستدل به. طيب الآن هم انقسموا فريقان في رزية الخميس، فريق يقول قربوا يكتب لكم، وفريق يقول غير ذلك. طيب عمر مع أي الفريقين؟ مع الذين قالوا قربوا لكم أم مع الذين قالوا لا تقربوا قالوا غير ذلك؟ طيب الفريق الذي قالوا هجر، قالوا بلفظ البخاري قالوا، فريق قالوا هجر، عمر معهم أم مع الفريق الآخر؟ مع من عمر؟ لاحظوا السؤال. فريق يقول قربوا لكم، هل هم الذين قالوا هجر الذين قالوا قربوا لكم، أم الذين قالوا لا تقربوا قالوا حسبنا كتاب الله؟ طيب من الفريق الذي قال هجر؟ الذي قال قربوا أم الفريق الآخر؟ وعمر مع أي الفريقين كان؟ الوقت سيدنا. تفضل. طيب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أستاذ ميسم يقول أن الذي ذكره الخوئي هو ما أورده في نهج البلاغة. من هات لنا الآن سنأتي إلى هذه المسألة، لكن الآن يقول لي أنه ليس ما ورد في نهج البلاغة كله صحيح. نهج البلاغة كتاب بلا أسانيد يا أستاذ الكريم، كيف عرفت أن هذا ليس صحيح؟ المجلس يقول ويحتمل أنه يكون المحقق الذي حقق الكتاب وأخرجه للناس غضا طريا يتناولونه بين أيديهم، والذي صرفت له الأموال، يعني ما هو بياخد الآن، أنا لو ما أحقق كتاب هاخد فلوس مقابل هذا، تمام؟ الآن مجهود وحقق الكتاب طبعة الحسون، وأنا أعتقد أنها من أفضل الطبعات. يقول عبد الله بن عباس محقق الكتاب، والأستاذ ميسم يقول لي ليس كل ما ورد في نهج البلاغة صحيح ويسقط الكتاب بكل، إذا سقطه خلاص انتهينا، ما علينا مشكلة من هذا. يا أستاذي عبد الله بن عباس مذموم في كتبكم وإن حاولتم مداراة ذلك، خلاص. أما مسألة الحمد لله أن النسخ يكون قبل الفعل، هذه انتهينا منها، وبينا للأستاذ ميسم أن ما جاء مستدلا به خطأ. سألته أيها الأكارم هل لو حدثت معارضة هذا الفعل ستحكم عليه أم ستبرره؟ ما جاوبني عن سؤالي هذا. طيب سألته هل بمجرد المخالفة يكفر الإنسان أو يخرج عن دائرة الإيمان؟ ما جاوبني. سؤال الرابع هل أنت يا أستاذ ميسم، لأن مخالفة النبي ما يشترط فيها الحياة فقط، بمجرد مخالفتك، هل خالفت النبي مرة بمجرد مخالفتك تكفر؟ ما هو أمر النبي إذا خالفته تكفر ولا لا؟ السؤال الخامس والسادس، لأنني أريد أن أفي بوعدي وسأجيبه في آخر الوقت عن سؤالي. لماذا لم يذكر أئمة الشيعة بسند صحيح الرزية؟ إذا كنت تقول أنها وجدت
تصريحا لا تلميحا كما في رواية الرضا، ماذا نتمنى تجيب؟ هل هذا الأمر كان قبل تمام الدين أم بعده؟ وأتمنى تنقل ما نقلته عن ابن حزم وعن عمر. طيب، أما قوله أنه عارضها، أتمنى أن الأخ كان سمعت المداخلات قبل ذلك مع مناقشة مع الأستاذ ميسم، وأظن أنه الأخ اللي كان موجود جزاه الله خيرا وضح هذه الرواية، وأن هذه طبعا الأستاذ بيقول رواية أبو الزبير، وأن هذه طبعا لو عايز المناقشة، وأن هذه الرواية شاذة لما تكلم هل فيها ابن لهيعة شكرا لك يا ولا لا. شيخ أحمد، بارك الله فيك، شكرا لك. تفضل سيدنا. طيب، اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. أبدأ من الأخير. يقول الرواية فيها ابن لهيعة، ليس فيها ابن لهيعة. هذه عن جابر بن عبد الله، هذا حدثنا عبيد الله حدثنا أبي حدثنا قرة عن أبي الزبير عن جابر، هذا مسند أبو يعلى الموصلي. دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصحيفة عند موته يكتب فيها كتابا لأمته لا يضلون ولا يضلون، فكان في البيت لغط، فتكلم عمر بن الخطاب فرفضه النبي صلى الله عليه وآله، رفضه النبي صلى الله عليه وآله، رفضه. أكرر، أرفع بها عقيرتي. أما مسألة أنه حديث جابر وحديث أبي الزبير عن جابر والعن، أرجوك أنه ما تدخل معي في هذه المسائل، أرجوك رجاء، لأنه القضية أنه صرح بالسماع وانتفت شبهة العفو. فأنا أنصحك من الأخير أنه لا تدخل بها، لا تصرح في السماع في طبقات ابن سعد، صرح قال حدثني، فلا تدخل في هذه المسائل معي في رجال الحديث. أنصحك نصيحة لوجه الله تبارك وتعالى، خليك في الأمور العقلية. طيب، الآن الأعزاء ماذا قال؟ قال نهج البلاغة شأنه شيئين، كتاب يصح منه ما يصح ولا يصح منه ما يصح، ما لا يصح. طيب، عبيد الله بن عباس أجبناك، وعندك في الأمور التاريخية أنه هو عبيد الله بن عباس الذي كان والي اليمن، وهو الذي انحرف عن الإمام الحسن عليه السلام، وهو الذي ذهب إلى جيش معاوية، وهو فهذا عبيد الله بن عباس وليس. قال إنه النسخ قبل الفعل. إخواني، الله تبارك وتعالى ابتلى إبراهيم ليراه يعمل أم لا يعمل، مو أراده أن يعمل، وحينما أراد أن يعمل أوقفه. الكلام غير دقيق. طيب، كذلك هذه روايتكم مالت الصلاة وصعد إلى السماء والتقى موسى وقال إنكم لا تستطيعون، هذا طلب للتخفيف، واضح، طلب للتخفيف، ولكن ليس أمر حتمي أن يعمل ثم يأمره ألا يعمل، إلا إذا قلت إن الله تبارك وتعالى كما أراد أن يختبر إبراهيم أراد أن يختبر الصحابة، هل يطيعون النبي أم لا يطيعونه؟ هل يطيعونه أم لا يطيعونه؟ فتبين أنهم لا يطيعونه، كان اختبار لهم وليس أمر على الحتم. طيب، النقطة الأخرى، يعني لو كان نسخ، لماذا النبي صلى الله عليه وآله قال؟ لماذا حينما منعوه من الكتابة قال لهم قولا: أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيز، واخرج المشركين من جزيرة العرب، ونسيت الثالثة، وهي الثالثة. ليش؟ لأنه إجازة الوفد ليس فيها مانع من الضلال، كذلك إخراج المشركين ليس مانع من الضلال. إذن بقيت ماذا؟ بقيت الثالثة التي نساها الراوي، هي المانعة من الضلال. طيب، لماذا تكلم بها إن كانت نسخت يا أستاذ؟ كيف يتكلم نبيك بأمر نسخه الله؟ هذا في البخاري، هذا الكلام في البخاري. أوصاهم قبل موته، منعوه من الكلام، أوصاهم: دعوني مما تدعونني إليه. قبل أن أبدأ، يتمنى أن احنا نضيف دقيقة، لأن احنا لا نقدر نكمل ولا لا، خلينا على 3 دقائق أرجوك، خلينا أسرع 3 دقائق. طيب، براحتك. أتمنى الأستاذ يجيب عن أسئلتي. أعيد مرة ثانية الأسئلة. لو حدث مثل هذا الحدث من معارضة، هل ستحكم عليه بفعل أم ستبرره؟ هل بمجرد المخالفة يخرج الإنسان عن الإيمان؟ هل أنت يا ميسم الموسوي وقعت منك مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لماذا لم يذكر أئمة الشيعة؟ هل وردت الرزية بسند صحيح لا تلميحا كما ذكرت رواية الرضا؟ هل وردت الرزية بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت وردت هاتها، سننقل لك كلام آصف محسني في مشروعة البحار. إذا لم يوجد، لماذا لم يذكر أئمة الشيعة هذه الرزية كما تقولون، لا سيما وهي رزية الرزايا؟ الآن نضيف السؤال السادس والسابع، وقلت إن شاء الله أتم لك 20 لا أزيد عنها إن شاء الله. هل أدلة الإمامة، وكلها إن شاء الله أسئلة جديدة، هل أدلة الإمامة
كافية قبل الرزية لإقامة الحجة أم لا؟ هل هذا الأمر حدث بعد تمام الدين أم لا؟ هل ما كان سيكتبه الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الرزية أمر تأسيسي أم أمر تأكيدي؟ تلك 8 أتم لك 20 إن شاء الله إلى أن ينتهي الوقت. أما قولك أنني قلت الرواية فيها ابن لهيعة، ما قلت ذلك. أنا قلت لك حدث حوار بينك وبين أحد الإخوة واختلفتم في هذه المسألة والتسجيل موجود، وستقول أن أبو الزبير وصرح بالسماع. أيها الأحبة الكرام، من درس علم الحديث أو مصطلح الحديث أو هذا الفن يعرف أن مجرد التصريح بالسماع لا يدل على قبول الرواية، لأننا عندنا أمور تشترط في السند وأمور تشترط في المتن. فيقولون في تعريف الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، وهذه متعلقة بالمتن. فنتمنى أن أنت يا أستاذ ميسم تنتبه لكلامي. أنا ما تعرضت لمسألة ابن لهيعة، أنا قلت أن أعرف أنك ستقول لي أبو الزبير وكذا، ونتمنى أن أنت تخوض في غمار هذه المسألة. طيب، الآن أيها الأكارم يقول بأن ليس هذا نسخ وإنما هو ابتلاء. لا، هذا نسخ. هل أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ ثم ألغى سواء ابتلاء أو لا. الآن أيها الأكارم، التبرير دليل الموافقة. يعني لما أقول للأستاذ ميسم: يا أستاذ ميسم، كان بيننا اتفاق أن نتناظر، فيقول لي والله، أو أنا يقول لي كان بيننا اتفاق أن نتناظر، أقول له والله حصل ظرف الوالدة كانت تعبانة وكذا، فهذا معناه أنني مقر أنني لم آتي. فلما يأتي الأستاذ ميسم ويقول لي لا، هذا ابتلاء، فمعناه أن هناك أمر ثم نسخ قبل الفعل، سواء بقى ابتلاء سواء غير ابتلاء، هذه قضية أخرى أنت سميها. لا مشاحة في الاصطلاح، أنا مش هختلف معاك. انت تسميه موبايل، انا اسميه تليفون، تسميه جوال، المهم ان هناك امر. شكرا الشيخ احمد. خلاص الوقت، تفضل السيد. ليه؟ والله انا عارف، انا ما بكمل دقيقتين يا عمي. يلا تفضل. لا 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 لا، اوقف لحظه قبل ما يبدأ. اولا الوقت، انت ما عندك تلفزيون امامك، الوقت موجود على الشاشه، تنقص ثانيه ونقطع، لا اسوي لك دربونه. تفضل سيدي. طيب، الآن على المباشر على السرعة يقول إنه لو حدث عمل مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، المخالفة إذا كانت غير متعمدة لا إشكال فيها، ولكن المخالفة مع اتهام النبي بالتخريف، الفحش من القول. علماء يقول يهذي هذيان، اتهم النبي بأنه هذيان. الله تبارك وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى، النبي ما ينطق عن الهوى. وعمر ومن معه اتهموه بالتخريف، بالنطق بالكلام الفاحش، فرق بين الاثنين. طيب، يقول هل أدلة الإمامة قبل الرزية أم بعد الرزية؟ أدلة الإمامة قبل الرزية وبعد الرزية عندنا، والنص على إمامة أمير المؤمنين، وحتى علماء قالوا الخطابي، ابن عثيمين، غيره قالوا أراد أن يكتب، ابن حجر أراد أن يكتب أسماء الخلفاء من بعده. يقول ابن عثيمين ذلك اعترض عمر ليكون اختيار أبو بكر، يعني أراد أن يكتب اسم أبو بكر، ولكن اعترض عمر بن الخطاب ليكون انتخاب أبو بكر برضا من الصحابة. طيب، النقطة الثانية الآن أخونا العزيز الفاضل، السؤال بالمباشر: أخذت ابن عباس وغير ابن عباس، لو تنزلنا أنه ابن عباس كان فاسقا، فما يرد حديث الفاسق على سبيل المثال، وحاشا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وأنت عندك الوليد فاسق، آيات نزلت فيه بأنه فاسق، وأنت تأخذ حديثه وتتلقى حديثه بكل أريحية. طيب، قضية النسخ في ليلة القدر كان بسبب اختلافهم، الآن بسبب ماذا نسخ الأمر بحسب علمك أنت؟ لماذا نسخ الأمر؟ طيب، الآن عمر بن الخطاب حينما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتابة الكتاب، طيب هل نسخ الأمر قبل أن يتكلم عمر أم بعد ما تكلم عمر بن الخطاب؟ طيب، سؤال: هل حدث اللغط والاختلاف قبل أن يتكلم عمر أم بعد ما تكلم عمر بن الخطاب؟ طيب، يقول لي أنا ما قلت، لا قلت ابن لهيعة، والظاهر أنك بالك في مكان آخر، الحرتك فيه الإشارة، الظاهر أنه أنت في مكان آخر. أما أنه تقول أبو الزبير، أتحداك أنت والإنس والجن أجمعين أن تضعف حديث أبو يعلى الموصلي.
أتحداك تحدي أنت والسلفية من وراءك، وأنا موجود وأنت الظاهر تتابع حواراتي، ولذلك تسجل وتكتب قلت في محاورة كذا وقلت في محاورة مع شخص كذا، والآن سجلها علي. أتحداك أن تضعف هذا الحديث. الآن الساحة مفتوحة أمامك، ضعف حديث أبي الزبير. تستطيع؟ والله ما تستطيع. فلذلك أنت ذكرته ولكن ما تعرف شنو العلة، وتقول احنا السند عندنا يجب أن يكون متصل، بس أنت حتى من ذكرتها ما تعرف العلة، لأنه بالك في مكان آخر والحر تكفيه الإشارة. أنا ما أريد أشخصن، ما تعرف العلة شنو. العلة أنا أوجهك العلة شنو حتى تفهم ماذا ما أريد أحكي. العلة هي عنعنة أبي الزبير، لكن أبي الزبير صرح في مكان آخر في روايات أخرى كثيرة. تفضل حجي. تفضل أحمد. بالعاصي وين رحت؟ انا بقفل المايك عشان ما تسمعوش همسي يعني. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. استاذ ميثم يقول لي لا انت ماذا يا عم، والله ما يعني اقول لك انا قلت لك الروايه، اعرف انك ستقول لي ابو الزبير وليس فيها ابن لهيعة وكذا، الحوار الذي دار بينكما. واما مساله انني اتابع فهذا واجبي، لاني احضر واذاكر واجتهد قدر المستطاع حتى انصر عقيدتي. تمام. الآن قلت بأن من خالف أمر النبي لا يكفر، صح ولا لا؟ بسرعة كده أستاذ ميثم. نعم، من خالف النبي لا يكفر، ولكن الذي اتهم النبي من خالف غير متعمد، ولكن من اتهم النبي بالهذيان مثل ما فعل عمر وحزبه هذا منافق. عمر وحزبه اتهموا النبي، لذلك سألتك، لذلك شوف لحظة سألتني أجيب أكمل. لا تأخذ مني لا إله وتترك، لا تأخذ مني لا إله وتترك. ولذلك سألتك وأنت لحظة أرجوك، هو سألني سؤال خليني أكمل حتى لو ضيفوا له وقت. ولذلك حينما سألتك قلت لك عمر هل كان مع الذين قالوا قربوا أم مع الذين قالوا لم يقربوا؟ لأنه بديهيا عقلا الذين قالوا لا تقربوا هم الذين قالوا هجر، فعمر مع من قالوا بلفظ البخاري، واتحداك ترد هذا الدليل، هجر رسول الله. فعمر هو ومن معه اتهموا النبي بالهجران. أخذ هذا الدليل اللي لم تسمع به إلا هذه المرة. تفضل. طيب الآن أنا سؤالي أيها الأكارم، هل مخالفة، شوف المقاطعة، هل مخالفة أمر النبي قال ليس عمدا ما فيها مشكلة؟ يعني الآن أنت لو خالفت أمر النبي ده ما عندناش مشكلة الإنسان. هل من خالف أمر المشرع، بلاش النبي، المشرع عمدا يكون كافر؟ ده السؤال يا أستاذ جاوبني. هل من خالف أمر المشرع عمدا يكون كافرا؟ سجل هذا الآن. هل بمجرد المخالفة خلاص انتهينا من هذا؟ لماذا لم يذكر أئمة الشيعة بسند صحيح الرزية؟ أيضا سؤالي الثالث ما جاوب عنه وبيجاوب بمزاجه، هل أدلة الإمامة قبل الرزية كافية لإقامة الحجة؟ ما سألتك هي موجودة ولا غير موجودة، هل أدلة الإمامة قبل الرزية كافية لإقامة الحجة أم لا؟ هل هي كافية؟ ما سألتك هل هي موجودة ولا لا. السؤال الرابع، هل هذا الأمر أمر النبي كان بعد تمام الدين أم لا؟ وأتمنى أنت نقلت كلام لابن حزم ولا قلت الدين ليس كما، تفضل لو تريد تنقله الآن. هل ما كان سيكتبه الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا تأسيسيا أم تأكيديا؟ هل السؤال الجديد، هل رزية الخميس والأمر بكتابة، ذكرنا هذا، أنتم تقولون ائتوني أكتب لكم، من الذي؟ إذن عندنا مكتوب ومكتوب له، فهل المكتوب له هو الذي سيتولى الكتابة أم شخص آخر؟ هل الكتاب كتب أم لا؟ هل الكتاب كتب أم لا؟ وإن كان لم يكتب فهل أنتم حصلت لكم الهداية بغير الكتاب؟ تفضل أم بالكتاب؟ طيب الآن أرجع إلى سؤالي، لسه باقي ما أعرف باقي لي وقت ولا لا. أرجع إلى قول أحمد العاصي. طيب. الوقت وأنا في وقت تدخل السيد ميثم أوقفت الوقت. تفضل سيد ميثم. نعم أجيب من الأخير. هل حصلت لكم الهداية بكتابة الكتاب أم بعدم كتابة الكتاب؟ هذا يتعلق بماذا؟ بسؤالك هل أدلة الإمامة كافية؟ هل أدلة الإمامة كافية أم غير كافية قبل الرزية؟ سؤالين معناهما واحد. أنا أجيبك.
أولا النبي صلى الله عليه وآله حينما تكلم بأدلة الإمامة أو نص على أئمة أهل البيت صلى الله عليهم هنالك من سمع وهنالك من يسمع. لذلك النبي صلى الله عليه وآله أراد أن قل لي كيف هذا هنالك من سمع؟ لا، مثلا مثال عندك الآن معاوية حينما تمتع بامرأة وهي مولاة بنت الحضرمي، مولاة بنت الحضرمي بسند صحيح، وكان يبعث لها الهدايا في حكمه. علماء يقولون أنه لم يبلغه الأمر بتحريم المتعة، ما بلغه الأمر. فالنبي صلى الله عليه وآله أراد التأكيد حتى يبلغ الأمر من لا يبلغه، كما فعل معاوية وغيره. أجبناك على هذه النقطة، بعد لا تكررها. طيب، السؤال يقول: هل من خالف أمر المشرع عمدا إذا عمد مضطرا، مرة مضطرا مثلا الآن شخص يضطر إلى فعل أمر محرم، مثلا أكل الميتة حرام شرعا، يضطر إلى أكلها، طيب لينقذ حياته مضطرا ما فيها أي مشكلة. ولكن الذي حصل إن هؤلاء ماذا إخواني؟ هو يقيس على شيء باطل، إنه لا، هؤلاء خالفوا وطعنوا في عقل النبي، طعنوا في الوحي. أنت مو تقول وحي. سألناك سؤال ما أجبت، ليش ما تجاوب شيخ أحمد؟ حينما الأمر هذا تقول عنه نسخ، هل نسخ قبل أن تكلم عمر أم بعد ما تكلم عمر بن الخطاب؟ وهل كلام عمر هو السبب في النسخ أم هنالك شيء آخر؟ أم إن الله وافق عمر كما تقولون، يخالف النبي ووافق عمر بن الخطاب؟ ما في جواب على هذا. شوف أسئلتك كلها مجابة. طيب الآن السؤال، مسألة رزية خميس إن شاء الله أجاوبك عليها في الدقائق الآتية. طيب الآن، هل الصواب كتابة الكتاب أم عدم كتابة الكتاب؟ جاوبني، أي منهم الصواب، الكتابة أم عدم الكتابة؟ طيب الآن هل عمر بن الخطاب، هل وافق عمر بن الخطاب قول من قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهجر أم خالفه؟ إذا خالفه أعطينا الدليل، وأنا أعطيتك دليل إنه وافقه وما رديت وما تستطيع والله، لا أنت ولا الإنس والجن أجمعين أن ترد هذا القول. الإخواني بصراحة الآن بصريح قربوا يكتب لكم، ممكن يقول ما قاله عمر. هل الفريق الذين قالوا هجر رسول الله هؤلاء هم الذين قالوا قربوا يكتب أم الذين قالوا لا تقربوا؟ بالتأكيد الذين قالوا لا تقربوا. طيب عمر من أي الفريقين؟ واللفظ إنه قالوا إن رسول الله يهجر. عمر من الفريق الذي قال. إذن عمر مع من قالوا؟ يعني عمر قال إن النبي يهجر مع المجموعة الموجودة التي رفضت كتابة الكتاب. طيب هل النبي كتب الكتاب؟ نعم، عندك بسند الصحيح أنه كتب الكتاب، خلي أبشرك بها هاي، بسند الصحيح كتب الكتاب. لم ترد على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه رفض ما رفضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص. الحمد لله رب العالمين. بسرعة أجاوب عن أسئلة الأستاذ ميسم. بيقول: هل الصواب كتابة الكتاب أم عدم كتابة الكتاب؟ الصواب ابتداء كتابة الكتاب، ثم لما نسخ الأمر أصبح هذا هو الصواب. زي بالضبط كده، الصواب كان الصلاة إلى المسجد الأقصى، ثم لما نسخ أصبح الصواب فين؟ توجه لبيت الله الحرام. زي بالضبط، لا تناقض بين الأمرين، كان مباحا جائزا ثم نسخ. يعني الآن لو واحد قال لك أيهما الصواب، هتقول لي ده كان صواب في وقته وبعدين ده صواب في وقته. بس شوف بكل أريحية. أنا نفسي بقى تجاوبني سؤال واضح. الآن أنا سألت، أعيد أسئلتي مرة ثانية، لو حدث معارضة قال لي مضطر، يا عم من غير مضطر مختارا، هل يكفر بمجرد المعارضة مختارا؟ ما تضيفش حاجة على السؤال بتاع الله يهديك. لماذا لم يذكر أئمة الشيعة الرزية بسند صحيح؟ الآن سألته هل أدلة الإمامة كافية؟ ما قالش. عمل إيه؟ قال في من سمع وفي من لم يسمع، ودي مشكلة كبيرة. أنا بسألك قل لي كافية ولا لا، وبعدين فرع كيفما شئت. طيب هل ما كان سيكتبه النبي صلى الله عليه وسلم أمر تأسيسي أم أمر تأكيدي؟ هل هذا الأمر بعد تمام الدين أم قبل تمامه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب لعمر وحزبه كما تقولون، ولا لعلي أو للمؤمنين وحزبهم؟ فإن كان سيكتب لعمر وحزبه، إذن هناك مكتوب له وهناك كاتب، والكاتب غير المكتوب له، فمن الكاتب؟ هل الكتاب كتب أم لم يكتب؟ قال كتب. سنعلق على هذه في المداخلة القادمة. طيب الآن، هل عمر هو المانع من كتابة الكتاب في عقيدة الكشيعي، أم أن إقرار النبي ونسخه هو الذي رفع؟
هل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة أم لا؟ تلك أظن 10 كاملة. أما قوله عمر كان مع الفريق الذي أراد أن يكتب ولا مع الفريق الذي لم يرد أن يكتب، نحن نقول له الرواية لم توضح. جواب سهل بسيط، تفضل. الذي عندنا أن عمر قال حسبنا كتاب الله، وسنأتي لهذه. إن كان عندك دليل واضح بين هاته. لكن أتمنى تجيب عن أسئلتي بطريقة واضحة كما أجيبك أنا بكل سهولة. بقول لك الجواب 1 2 3 بكل أريحية. تمام؟ فأنا لن أزيد عن الأسئلة الآن. بقي عندي 9 أسئلة أكتفي بهم من أصل إلى 20 إن شاء الله. أنت قلت أن الكتاب كتب، هذه سأفرغ لها مداخلة واحدة حتى أعلق عليها، وما الذي يترتب على ذلك من إلزامات إن شاء الله. أكتفي بهذا، تفضل. طيب كل واحد بعد له مداخلتين، الآن السيد طيب. مداخلتين وأنت مداخلتين. طيب، يقول إنه عمر مع الفريق الذين قالوا حسبنا كتاب الله. سجل هذا السؤال، حسبنا كتاب الله قبال من؟ قبال من قالها عمر بن الخطاب؟ حسبنا كتاب الله بفهمه هو أم بفهم رسول الله؟ عجبني. إذا كان بفهم رسول الله فرسول الله أمر بكتاب الكتاب، أما إلا إذا كان بفهمه فعمر وضع فهمه قبال فهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولن تخرج منها، والله ما تخرج منها. طيب، هذه النقطة يقول عمر من الذين قالوا حسب، يعني إخواني النبي أراد أن يكتب فعمر قال لا حسبنا، لا من عنده طبعا، حسبنا كتاب الله، كتاب الله يكفينا، وهو أصلا ما حافظ كتاب الله. كيف يقول حسبنا وهو ما يحفظ كتاب الله؟ أصلا 12 سنة يلا حفظ سورة البقرة، ولكنها مثل قميص عثمان، شماعة قميص عثمان. حسبنا كتاب الله. طيب، وكما يقول الذهبي حسبنا كتاب الله هي مقولة الخوارج، هي مقولة الخوارج. طيب، الآن يقول إنه عمر لم يكن مثلا من شوفوا إخواني الأعزاء، هذا ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري، يقول وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنه صلى الله عليه وآله قال ذلك من غير قصد جازم. عمر صمم على الامتناع. لماذا عمر صمم على الامتناع؟ سؤالي، لماذا عمر صمم على الامتناع من تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وآله؟ أعود للبداية، وهذا السؤال نسيته. قول ابن عباس الرزية كل الرزية، لماذا سمى ابن عباس ما جرى في يوم الخميس بالرزية؟ المصيبة، ما هي المصيبة التي حصلت عند ابن عباس؟ شنو المصيبة اللي حصلت؟ طيب، سألتك سؤال، هل اختلفوا قبل أن يتكلم عمر أم بعد ما تكلم عمر؟ ما جاوبت عن السؤال. طيب، الآن سؤال آخر، غلبه الوجع. عمر قال عندك في البخاري إن النبي غلبه الوجع حسب، لماذا قال عمر غلبه الوجع؟ وما يعني بغلبه الوجع؟ وما معنى كلمة غلبه الوجع؟ ماذا تعني؟ وماذا غلب الوجع منه؟ هل غلب يده؟ غلب إصبعه؟ غلب عينه؟ غلب عقله ولسانه؟ ماذا غلب الوجع منه يا أستاذ؟ أجبني عن هذا السؤال. طيب، الله تبارك وتعالى قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. النبي أمر بكتابة الكتاب، وعمر قال حسبنا كتاب الله. أي القولين أحسن، قول رسول الله أم قول عمر بن الخطاب؟ أي القولين أحسن، قول رسول الله أم قول؟ لأنكم تقولون أن النبي اتبع قول عمر في المنع من كتابة الكتاب، فهذا يقتضي أن قول عمر أفضل وأحسن من قول رسول الله، والقرآن أمر النبي باتباع الأحسن. إذن بحسب عقيدتكم، وهذا لازم لما تعتقدون، أن النبي صلى الله عليه وآله رأى قول عمر أحسن من قوله فاتبع كلام عمر بن الخطاب. طيب، الآن أخونا العزيز الفاضل، أعيد الأسئلة. الرزية، ما هي الرزية؟ هل اختلفوا؟ ما جاوبت. قبل عمر كلام عمر أم بعد كلام عمر؟ طيب، الله تبارك وتعالى البخاري يقول غلبه الوجع، ماذا غلب منه؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طيب، هل الصواب كتابة الكتاب أم ترك الكتاب؟ قلت إنه الصواب أول مرة الكتابة وبعد ذلك عدم الكتابة، فكلا الأمرين صائبين. بالله عليكم إخواني، كيف يكون أمرين صائبين وهما متضادان؟ هذا اجتماع. كيف يكون أمرين متضادين صائبين؟ تفضل. طيب، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. بالضبط كده، زي ما يكون اذبح ولا تذبح، أمرين متضادين. مستغرب ليه؟ افعل ولا تفعل في قضية الذبيح. يا أبو محمد سميثم الله يهديك.
طيب بسرعة أنا هجاوب عن أسئلته عشان ما يقولش لماذا قال غلبه الوجع؟ لأن النبي كان مريض، بس دي كل الحكاية. غلبه الوجع على ماذا؟ على جسده، برضه بكل سهولة. قال حسبنا كتاب الله في قبال من؟ في قبال قول الذين حصل بينهم خلاف، وليس ردا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، برضه بكل أريحية وبكل سهولة. صمم على الامتناع في قبال من؟ هو قال حسبنا كتاب الله، لأنه رأى أن الأمر على الاختيار وليس على الوجوب، لأن الدين كامل. لم يصمم على الامتناع في قبال النبي، ولذلك نحن نقول أن النبي هو الذي أقر هذا الفعل وليس عمر. لكن أنت لا تريد أن تجيب عن أسئلتي، شوف بكل سهولة وكل أريحية. الآن قال الأستاذ ميثم أن كتابة الكتاب كتب، الحمد لله رب العالمين. إذن الآن أهل السنة على هدى وعلى خير وعلى رشاد، لأن النبي، انتبهوا، في فرق بين أن يكون العاصم من الضلالة هو الكتاب، وبين كون العاصم من الضلالة التمسك. النبي قال، انت عارف الاستاذ ميثم، ثواني، الاستاذ ميثم لو قال ان العاصم من الضلاله التمسك، يبقى هو الذي يتهم النبي صلى الله عليه واله وسلم في عقله، لان النبي قال اكتب لكم، لان في ادله اخرى. لو كانت المساله مساله تمسك ما كان هناك معنى للتاكيد الكتابه. انتبه، إياك أحذرك. إذن الآن الحمد لله أنا أقر له بهذا، لن أناقشه في السند، ما دام الكتاب كتب إحنا على خير وهدى، لأن النبي قال أكتب لا تضلوا. انتهينا. لا تأتي وتحاول تبرر وتقول أن المراد هو التمسك والاستمساك، ستتهم النبي. أما الآن السؤال الجديد اللي هضيفه، هل النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال الجديد، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، الله المستعان. هل أنتم متمسكون بالكتاب والعترة، وهل وقع عندكم ضلال أم لا؟ اللهم صل على محمد. نسيت سؤال الرزية، سأجيبك عنه في المداخلة القادمة. أتمنى أن كده يعني ما أحتاج أن أنا أكمل 20، كفاية أكملهم 15، وأنت ما جاوبتش ولا على سؤال واحد إن شاء الله، وسنخرج من المناظرة دون أن تجيب عن سؤال واحد. تفضل، أكتفي بهذا. حد واحد آخر يدخل تكون سيد ميثم، لأن حمد عاصي هو الذي بدأ. لا أسأل الآن سيد ميثم، بعدين أحمد العاصي، بعدين يختم سيد ميثم. هذه دعوة. يقول إنك لم تجب على أي سؤال، والله يعلم أني ما تركت لك سؤال إلا إذا كنت ناسي، لأني أكتب وراءك وأسجل وأجيب عن أسئلة قبل أن أسأل. سيقطعون الأخوة المناظرة ويتبين. كمل سيد. اترك هذه الدعاوى التي لا صح لها، لأن هذا أنت مسؤول عنه أمام الله تبارك وتعالى. إذا كنت لم تقل الحقيقة، ما أريد أقول لك تكذب، لا، لم تقل الحقيقة، فأنت أمام الله تكتب أحمد العاصي في ذلك اليوم لم يصدق في كلامه. وإذا أنت ما سمعت ارجع المضر، شوف جاوبت على أسئلتك أم لم أجيب. وأنت أول سؤال لم تجب عنه، هل اختلفوا قبل قول عمر أم بعد قول؟ ما تجاوب على هذا، كأنه مو يمك القضية، مو يمك. تحتج بقضية إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني الغرض من هذا هل سيصدق الرؤيا أم لا يصدق الرؤيا؟ هذه القضية، لذلك منعه من الذبح. واضح؟ الآن ما هي العلة في أن النبي صلى الله عليه وآله بالوحي يأمرهم أن يكتبوا ثم يمتنع عن ذلك؟ تقول إنه ما دام إحنا كتب عندنا. لا يا أخي، أنتم متضاربين. مرة هذا حديث عندك يقول فكتب لهم، شنو كتب؟ ماذا كتب؟ ما نعرف شنو اللي كتب، ماذا كتب؟ ما. ومرة يقولون لم يكتب، منع من الكتاب. ابن عباس يقول من حال بين رسول الله في البخاري وبين كتابة الكتاب، يعني الكتاب ما كتب، ولذلك تكلم بلسانه. فأنت دينك متناقض، أنا شو أسوي لك؟ أنت عقيدتك واحد يضرب واحد. زين؟ طيب إخواني الأعزاء، يقول غلب الوجع على جسده. الوجع غلب على جسده. طيب إذا غلب على جسده يعني عقله ما ينطق عن الهوى، لسانه ما ينطق عن الهوى. طيب ليش؟ لماذا قالوا غلب عليه الوجع؟ لماذا قالوا هجر؟ لماذا هجر؟ الهجر الهذيان. إذن الصحابة يا أخوان، ما دام الوجع غلب على جسده وليس على عقله ولسانه، الصحابة في رزية الخميس وأولهم عمر بن الخطاب كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم قالوا غلبه الوجع. ابن حجر يقول غلبه الوجع يعني الهذيان، يعني النبي يهذي.
إذن صحابتك كذبوا. أشكرك على هذه الهدية الجميلة المتواضعة هذه الليلة التي أسقطت معتقد السنة في عمر بن الخطاب والحزب الذي يتبعه عمر بن الخطاب. يقول: هل أنتم متمسكين بقضية العترة؟ الله تبارك وتعالى يقول: إن تطيعوه تهتدوا. فالذي يطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحسب ما أمر طبعا مهتدي، والذي لا يطيعه فهو غير مهتدي. طيب، الآن أخونا العزيز الفاضل، أسئلة كثيرة ما أجبت عنها. طيب، الآن إخواني الأفاضل الأعزاء الأفاضل، هذا عفوا كتاب اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين، كتاب تفسير ابن كثير يقول: باب التقديم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله. كيف الصحابة تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الوقت. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أقر الأستاذ ميثم الحمد لله أن الكتاب كتب، وقلنا النبي علق، فهل كان صادقا في تعليقه عدم الضلال على الكتابة؟ نعم. إذن الأمة المحمدية الأمة السنية على خير ولم تضل. إذن الآن أنتم في دعاويكم الآن لن أقول أخطأتم، ونحن على حق وصواب، وهذه تكفينا منك الآن. أما قولك أنك أجبت، والله ثم والله ما جاوبت عن سؤال حقيقي. أنت تحرف السؤال أو لا تجيب. الآن أنا سأجيبك عن بقية الأسئلة وأعيد الأسئلة مرة ثانية. هل اختلفوا قبل قول عمر أم لا؟ اختلفوا، لأنني سألتك سؤال مفصلي. اختلفوا بعدما تقاعس الموجه لهم الخطاب كلهم. تمام؟ أنت مش كلهم الآن انتبه، خلي بالك. أنت تعتقد أن عمر في عقيدة الكافر، صح؟ والآن العباس وابن عباس تقاعسوا، فإذا رأوا أن الأمر على الاختيار. الأمر الثاني، السؤال لازم تجب عنه، أن الدين كامل، فرأوا أن هذا أمر اختياري، ولذلك تناقشوا، لأن النبي كان يغمى عليه. الآن قال أغمي على الغلب على جسدي، أيوة على جسدي، لكن هم رأوا أن الأمر على الاختيار ليس على الوجوب. طيب، الرزية هذا فهم ابن عباس. كل أسئلتك جاوبتك عنها، أعيد أسئلتي بسرعة. هل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا يكفر أم لا؟ ما جاوبت، ثم ذهبت إلى الاضطرار. الأمر الثاني، لماذا لم يذكر أئمة الشيعة الرزية بسند صحيح؟ هل هذا الأمر قبل تمام الدين أم بعده؟ لم تجب عن هذا. هل أدلة الإمامة كافية؟ ذهبت مرة تقول مش عارف إيه، أن بعض سمع وبعض لم يسمع والكل سيراجع التسجيل. الآن هل ما كان سيكتبه الرسول أمر تأسيسي أم تأكيدي؟ هل هذا جاوبت عنه؟ ما جاوبت عنه والله. هل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب لعمر وحزبه أم لا؟ إن كان سيكتب لعمر وحزبه إذن المكتوب لهم غير الكاتب. هل الكتاب كتب أم لم يكتب؟ انتهينا من الإلزام هنا. هل عمر هو المانع من كتابة الكتاب أم إقرار النبي؟ هل إقرار النبي حجة أم لا؟ هل الضلال عام في هذه الآية أم خاص؟ لم تجب عن هذا. هل وقع اختلاف بينكم أم لا؟ والله ما جاوبت على الحقيقة عن سؤال واحد، غير أن الكتاب قد كتب وقد بينت الإلزام فيه، وأكتفي بهذا القدر. طيب، آتي من الأخير يقول: هل وقع الاختلاف بينكم؟ نحن نقول كشيعة إمامية عندنا فرقتين من فرق الشيعة، هؤلاء متمسكين بالعقائد، أما في الأمور الفقهية في مسألة قبول الحديث الشيعة الإخبارية والأصولية مختلفين في مسألة تلقي الحديث. أما بقية الفرق هؤلاء إسماعيلية زيدية فضحية، هؤلاء كلهم عندنا شأنهم شأن السنة، واضح؟ لا نقول عنهم أنهم شيعة أهل البيت مطلقا، ولا نقول عنهم أنهم مؤمنين. جاوبتك بكل صراحة بكل أريحية. شوف، تقول: هل هو تأسيسي أم تأكيدي؟ ذكرنا لك أخونا العزيز، قلنا تأكيدي، وقالنا لأنه الصحابة لم يبلغهم مثل ما بلغ معاوية، لم يبلغ معاوية قضية تحريم المتعة. تقول إنه إنه تقاعسوا، لا 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 لا، فذهبوا يردون عليه. سألناك: هل إنهم اختلفوا قبل كلام عمر أم بعد كلام عمر بعد كلام عمر؟ ماذا تقول؟ تقول لا، إنه القضية إنهم تقاعسوا فاختلفوا. بالله عليكم إخواني، تقاعسوا فاختلفوا؟ هذا الكلام غير صحيح. الآن أرجع إخواني، هذا صحيح البخاري أمامكم.
لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قراها على السريع وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا، فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وآله قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا. إذا اختصموا بعدما قال عمر. إذا من هو سبب خراب الأمة؟ هو من الذي أسس للاختلاف؟ هو عمر. منهم من يقول قربوا لكم، ومنهم من يقول ما قال عمر. الله أكبر. إذن عمر شنو؟ لا تقربوا له، لا تقربوا له. وسألناك من الذين قالوا هجر؟ الذين قالوا قربوا أم الذين؟ بالتأكيد الذين قالوا قربوا يعتقدون بصحة عقل النبي صلى الله عليه وآله، والذين قالوا لا تقربوا وهو عمر معهم الذين قالوا هجر. ولذلك أنتم تتحدون الشيعة، ائتونا بسند الصحيح أن عمر قال هجر. هذا أمامك على الشاشة، هذا هو الدليل القطعي أن عمر ومن معه هم الذين اتهموا النبي صلى الله عليه وآله في عقله واتهموه بالفحش في المنطق والكلام والخنا والهذيان كما يقول علماءك. علماء قالوا معنى هجر هذا هو غلبه الوجع، أيضا هذيان كما يقول علماءك. هذا قول عمر بن الخطاب، غلبه الوجع يعني يهدي. الآن تسألني ما حكم؟ طيب ما حكم من يقول أن النبي يهدي؟ أجيب ما حكم من يخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لك إذا كان متعمدا شيء آخر، أما إذا كان مضطرا فشيء آخر. لكل شيء حكمه وبحسب السياق. ولكن هؤلاء طعنوا في نبوة النبي صلى الله عليه وآله، اتهموه بالفحش في الكلام. فكيف يكون من يتهم النبي صلى الله عليه وآله بالفحش في الكلام وفي منطقه بأنه مؤمن؟ لا، هذا منافق قطعا. سألناك ما معنى قول ابن عباس رزية الخميس، وما هي المصيبة في يوم الخميس باعتقاد ابن عباس؟ ما هي المصيبة التي حصلت؟ ما أجبت عن هذا السؤال، ما أجبت. الآن لا ترجع وتقول لي إنه ما جاوبت على أسئلتك. كل أسئلتك جاوبنا، ما تركت لك سؤال. طيب أما أنه رزية خميس نعم موجودة، أنا أبشرك برواية موجودة رزية الخميس، وظاهر طيب أنت متابع. سيدنا، أنا أشكرك السيد، وأشكر الشيخ أحمد العاصي، وأشكر الأخ الحبيب سالم، وأشكر الحبيب الغالي أبو آدم، وكل الأخوة والأخوات. إن شاء الله راح يكون سلسلة مناظرات، مو صحيح أحمد العاصي؟ سلسلة مناظرات اي ان شاء الله باذن الله. يعني المره الجايه بقى الامامه بقى، يعني اظن